نجوم الأسبوع ودور الأبطال وعقود الترشيح، تعال نعرف الرسميات يا زميلي. البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس اللايك الجميل بتاعك. النهاردة جاي لك خلاص بالرسميات، عقود الترشيح ودور الأبطال ونجوم الأسبوع. لايك ويلا بينا. طبعا امبارح نزلت معانا الصورة اللي انت شايفها قدامك دي يا صاحبي على صفحة اللعب. هتبص كده في الصورة يا صاحبي تلاقي عندك لاعب نرويجي واتنين يابانيين وواحد انجليزي. طبعا النرويجي اللي فوق ده يا صاحبي اللي في نجوم الأسبوع ده اوديجارد. كده خلاص يا جدعان رسميا اوديجارد نازل معانا في نجوم الأسبوع. الياباني اللي تحتيه ده يا صاحبي وهو واتارو اندو، طالما عنده مهارة السوبر صب فهو واتارو اندو. هيبقى كارت جامد جدا يا جدعان لاندو. بالنسبة لدور الأبطال فالإنجليزي هو فودن، والياباني اللي تحتيه فهو تومياسو. دي يا جدعان خلاص كده اللعبة دي نازلة معانا رسمي. ده بالنسبة للصورة اللي انت شايفها قدامك دي يا صاحبي. طبعا دي الصورة كمان يا صاحبي نزلت برضو على صفحة اللعبة على تويتر. شايفين في الصورة طبعا عندك باريلا وانزو فرنانديز والكسندر ارنولد. الظاهر كده يا جدعان ان باكات نجوم الاسبوع ودوري الابطال الاسبوع ده هتكون باكات جامده جدا. نزل معانا برضو الكارت اللي انت شايفه ده لديكلان رايس امبارح برضو يا جدعان، يعني هيبقى كارت جامد جدا لديكلان رايس اللاعب معروف بالقوه البدنيه والبساطه. عندك برضو اوديجارد، خلاص قلنا اوديجارد ده نازل رسم معانا ان شاء الله. بعد كده عندك واتارو اندو. اندو يا جدعان خلاص كده نازل رسمي بعد الهدف الاسطوري اللي جابه في اخر مباراه عنده السوبر صب. هيبقى عنده تسديدات جامده جدا وعنده لعب كويس جدا. فده كان كل حاجه بالنسبه لباك نجوم الاسبوع. لو بصينا في الصوره يا صاحبي الخاصه بدوري الابطال خلاص كده عرفنا ان فودن وتومياسو نازلين معانا. برضه نازل معانا كارت اسطوري البيلينجهام، واخيرا هيوصل معانا ال 100. يعني الكارت ده هيوصل معاك ل 100 في التشكيله. كارت هيبقى جامد جدا. بعد كده خلاص الرسم بقى معانا كانسيلو. كانسيلو نازل معانا لاعب جامد جدا يا جدعان. هيبقى معاك 98 في التشكيله. اللي بي ار ام اف شغال معاك كانسيلو اسطوري. برضه خلاص زي ما قلنا فودن هينزل معاك 99 في التشكيله. حاجه جامده جدا يا جدعان. فودن سي ام اف صانع لعب يلعب معاك كارت وجوكر اسطوري. طبعا عندك الباك الاسطوري يا جدعان تومياسو. تومياسو معروف بقوته البدنيه يا جدعان ودفاعيا اسطوري. ده ممكن يلعب معاك مدافع كمان. فكارت جامد جدا لتومياسو. عندك حكيم زياش خلاص نازل معانا رسمي يا صاحبي بعد الهدفين الاسطوريين اللي جابهم في مانشستر يونايتد. دي كل الرسميات اللي معانا. طبعا دي الصوره اللي قدامك زي ما انت شايف نزلت على صفحه اللعبه امبارح. طبعا هتشوف فيها بيلينجهام كانسيلو وحكيم زياش. دي كانت كل حاجه بالنسبه لباك باك عقود الترشيح، بالنسبه لباك دوري الابطال ونجوم الاسبوع. وبما اننا جبنا عقود الترشيح فالتسريب اللي هنشوفه دلوقتي يا جدعان نزل امبارح ومنتشر بجد في التسريبات. لما تبص كده على الباك يعني باك اسطوري ومستحيل يا جدعان تنزل اللعيبه القويه دي كلها في باك واحد مع بعض. يعني ده انت عندك هاري كين يبقى كارت اسطوري الهاري كين يا جدعان. عندك ديكلان رايس طبعا مستحيل ينزل في عقود الترشيح وينزل في نجوم الاسبوع. عندك كانسيلو برضه مستحيل ينزل في دوري الابطال وعقود الترشيح. انت ممكن ينزل لوكاس هرنانديز يلعب معاك اللي بيه مدافع كارت اسطوره يا جدعان هرنانديز. انا عن نفسي بلعب بهرنانديز البيزك، فما بالك لما تكون نسخه مطوره للوكاس هرنانديز. عندك موزيس كايسيدو طبعا بتاع تشيلسي يلعب معاك سي ام. لاعب جامد جدا ومعروف بقوته البدنيه الجباره ودفاعيا جبار. يعني ممكن نشوف الباك ده مستحيل ولكن منتشر جدا في التسريبات. فانا قلت انزل لك كل حاجه يا صاحبي عشان يبقى عندك خلفيه عن كل حاجه ممكن تنزل معانا. ولكن بالنسبه لي انا بقول لك مستحيل اللعبه دي كلها تنزل مع بعض. انت ممكن نشوف كارت الهاري كين، ممكن بكان ديكلان رايس، نشوف رودري، نشوف كارت ممتاز جدا لرودري يا جدعان. ممكن نشوف كازاميرو، ممكن نشوف كارت الكازاميرو برضه في عقود الترشيح جامد. طبعا عقود الترشيح ممكن نشوف لامين يامال بتاع برشلونة. فدي حاجة متوقعة جدا. ولكن بالنسبة للتسريب ده فأنا بقول لك إنه مستحيل ينزل زي ما هو. ممكن ينزل منه لوكاس هرنانديز زي ما قلت لك، ممكن ينزل الواد كايسيدو. لو بصينا للصف اللي تحت عندك رينا اللودي، عندك الواد مويسكين، عندك من حسام عوار بتاع روما، عندك فاكاريو يا جدعان الحارس بتاع توتنهام، عندك هيكتور بيلارين.
يعني زي ما قلت لك هو باك منتشر جدا في التسريبات، ولكن بالنسبه لي انا بقول لك الباك ده مستحيل ينزل زي ما هو كده. ممكن تشوف منه حد وممكن ما تشافش، ممكن ينزل حاجه تانية، ولكن بالنسبه لعقود الترشيح فمستحيل حد يتوقعه، لان دايما بنتوقع حاجات ولما نيجي عند الباك بنشوف حاجات تانية خالص. فده يا جدعان كان بالنسبه للفيديو بتاعنا النهارده. استعرضت لك الرسميات بتاعت نجوم الاسبوع وكذلك بتاعت دوري الابطال. حبيت احطك في الصوره واجيب لك التسريبات المنتشره لباقي عقود الترشيح، عشان كده يا صاحبي انت عندك خلفيه عن كل حاجه نازله معانا يوم الخميس. يعني بس كده يا جدعان، يعني هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك، شير الفيديو مع اصحابك. محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. اشوفك فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.